سلام حبوباتي، كيف راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحه جيده. انا الحمد لله. اليوم جبت لكم فيديو جديده وان شاء الله تنال اعجابكم. اللي حنديروا مع بعض التحليه اللي هي دايره حاله ولا ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي. واش نسحقوا حنا في المقادير في هذه التحليه؟ نسحقوا 2 بايط تاع الفلو تاع الكراميل، كيما نقول لكم تاع الكراميل. ما ديروا حتى فلو واحد اخر ابار تاع الكراميل. وعندي كاس تاع لا شونتيي نصري 3 تاع الحليب، وعندي لي بسكوي بودوار. واذا ما عندكمش لي بودوار تقدروا تستعملوا اي بسكوي عندكم. ولا هنا بعد ما سخنت الحليب ضفت عليهم هذوك 2 بايط تاع الفلون. ومن بعد ما طاب لي هذاك الفلون درتو في الثلاجه يحكم روحو مليح باش نجو نطلعوا معاه هذيك لا شونتيي. وهنا كما كنتوا تشوفوا لي بودوار تاعني شمخهم في القهوه. تحبوا تشمخوهم في الحليب عادي، انا باش ما يجونيش حلوين ديجا هما حلوين، باش يجوني شويه مرين شمختهم في القهوه. كما كنتوا تشوفوا نديروا الطبقه الاولى تاع لي بودوار، ومن بعد نزيدوا الطبقه الثانيه تاع الكريمه هذيك تاع الكراميل، ومن بعد نزيدوا طبقه تاع لي بودوار طبقه تاع الكراميل، ومن بعد نزيدوا طبقه عفوا طبقه تاع الكريمه، ومن بعد نزيدوا طبقه تاع الكراميل مع الاخير. كما كنتوا تشوفوا احنا حنديروا مع بعض نسلي كراميل، قلت لكم الطبقه الاخيره. كما كنتوا تشوفوا لهنايا درت السكر حتى ذاب لي مليح، ومن بعد ضفت عليه مغرفه تاع الزبده وخلطت مليح، وضفت عليه نص كاس تاع الحليب وتخلطوا مليح. كي تشوفوه يبدا يغلي تحسبوا له واحد 10 دقائق، ومن بعد طفوا عليه وتخلوه يبرد. كما قلت لكم هاوليك دوكا الفلو تاعي بعد ما برد مليح ضفت عليه الكاس تاع لا شونتيي وراني نخلط كما كنتوا تشوفوا بالباتور حتى يولي لي على شكل كريمه تكون ثقيله. ومن بعد نحبس هايليك كما كنتوا تشوفوا بعد ما طلعت لي هذيك لاكرام تاعي نضيفها فوق لي بودوار، نديرو طبقه تكون مليحه لاباس بها. وهادو ما راني نستعمل فيهم كما كنتوا تشوفوا، هذه راني ندير فيها التحليه تاعي. تلقاوها ان هذه كما شريت هادو لي بودوار جاو فيها، ولا هادوك مانغوتي ثاني كيجيو فيها هادوما تقدروا تحتفظوا بهم، ولا مادلين كاين بزاف هادوما صافي بلا ما ترموهم تلقاوهم عفسه ديروها بهم. دوك نزيد الطبقه الثالثه تاع لي بودوار، وهذا اختياري انا درت شويه تاع الجوز للقرمشه، تحبوا ما تضيفوش عادي. نكمل كما قلت لكم الطبقه الثالثه تاع لي بودوار، نزيد نشمخهم كما كنتوا تشوفوا بالقهوه ونضيفهم هكذا، ونزيد طبقه تاع الكريمه، ونزيد الطبقه الاخيره كما قلت لكم الرابعه اللي هي تاع ديك نسلي كراميل. انا دوك تشوفوا التحليه في طبق التقديم كيفاش جات، وان شاء الله تكون نالت الاعجاب تاعكم. كما كتشوفوا التحليه تاعها هايليك في طبق التقديم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. دوك حبيباتي ما بقى لي غير نخليكم نقول لكم مع السلامه، فيديو اخر ان شاء الله.